يا صباح الجمال. النهاردة هنعمل وصفة جميلة قوي، وصفة من بتاع زمان، من التراث العتيق. القراقيش هعرفكم ازاي هنعمل القراقيش الجميلة دي. بتكون مقرمشة من بره، هشة من جوه، بتدوب في البق كده. حاجة بسم الله ما شاء الله، فوق الجمال. مش قادرة اوصفلكوا طعمها وحلاوتها عاملة ازاي. لو أول مرة تشوفوني، أنا نور، ودي قناة على اليوتيوب. لو عجبك الفيديو، الاشتراك في القناة وتدعمني بلايك. ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي، هنبدأ بالسمنة. دي كيلو دقيق، هنحتاج كوباية سمنة بلدي، هنسيحها ونسيبها تبرد شوية. كيلو دقيق هناخد منه معلقة، هنحط عليه معلش أنا آسفة، معلقة خميرة. مش هحتاج الكيس كله عشان مش بحب طعم ريحة الخميرة في المخبوزات. ونص معلقة بيكنج باودر، وذرة ملح، ربع معلقة صغيرة ملح، حاجة بسيطة. ومعلقتين سكر حبيبات، وثلاث معالق لبن بودر. وليه اللبن بودر يا نور؟ بيديني طعم وطراوة وريحة كده في العجين، تبقى تحفة بسم الله ما شاء الله. لو مش عايزة انت حرة. بنزل بكوباية السمنة، ده انا سيحتها في اول الفيديو، يفضل تكون سمنة بلدي. ونص كوباية زيت. طب نص كوباية زيت دي فايدتها ايه؟ بتديني قرمشة، حاجة كده من بتاع زمان بسم الله ما شاء الله. بقلب الخليط كله مع بعضه، مش هستكفي بهذا القدر لان انا هبدأ بس انا بقلب كله مع بعضه وهشتغل بايدي بقى. احنا عايزينها بقى من حاجة كده، الرقيش لازم تكون مبسوسة. يعني ايه مبسوسة؟ يعني بندخل المواد الدهنية، بنغلف بيها كل ذرات الدقيق بالمادة الدهنية اللي احنا حطيناها، هي الزيت والسمنة. بتبقى بالمنظر ده. بعد كده هنزل بالمية. انا هعجنها بمية، في ناس بتعجنها باللبن، انت ليكي حرية الاختيار. انا هعملها بمية، هخليها وصفة اقتصادية. هبدأ بكمية المية تدريجيا. انا استخدمت للدقيق بتاعي كوبايتين الا ربع. كل دقيق زي ما احنا عارفين دي بيختلف في السوائل. انا عايزة عجينة متماسكة، مش بتشقق مني، زي ما انتوا شايفين كده، متماسكة، مش فيها نسبة تلزيق، طرية، واعرف اشكلها بكل سهولة. هنزلها على الرخامة واسيبها 5 دقايق. احضر العجوة. كيلو عجوة حطيت عليه معلقتين سمنة وشوية سمسم. رجعت تاني للعجين، هبدأ في التقطيع. خدت كده منها شريحة على شكل مستطيل، وهبدأ في تشكيلها. هبدأ في تشكيلها براحة ايدي كده. تمام. وبعدين هقطع الزيادات. انا عايزاها على شكل مستطيل، عايزة العجينة ياريت تكون مستوى واحد، اقل من نص سنتي ارتفاعها بتاعها، مش يفضل اكتر من كده، عشان تبقى هشة كده، مش مكتلة او مش عارفة بقولها ازاي. زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت ساعتها قبلها كنت شكلت العجوة على شكل صباع، ب... عن طريق الفرادة وأكياس التلاجة. عملتها على شكل صوابع زي ما انتوا شايفينها. هحط العجوة في النص، وهبدأ ألم العجين، أغطي العجوة بالعجين، يعني ألم العجين من الأطراف، وحاول ان انا اقفل كويس عشان العجوة ما تطلعش مني اثناء التسوية. قفلت على العجين وببطبطه براحة ايدي زي ما انتوا شايفين. احاول ان اسوي العجين من الجناب، ودي عن طريق السكينة. انا استخدمت السكينة، وممكن المسطرة، اي حاجة. انا استخدمت السكينة. حاولت ان انا اسوي طرف العجين، هقلب العجين على وشه. بعد كده هجيب شوية سمسم ازين بيها
القراقيش بتاعتي. لو حابة ان هي تكون سادة انت براحتك، عايزاه بسمسم زي كده حاجات بسيطة ماشي. بجيب السمسم واحاول ان انا اطبطبه على العجين او الزقه بالعجينة، مش بستخدم اي حاجة ولا زيت ولا مية. اقطع العجين بميل كده عشان يديني شكل. لو حابة سمسم كتير انت ممكن تجيبي طبق و... وتحط العجينة قبل ما تقطعيها، بتاخد المنظر السمسم الكتير. لو حابة دي منظر العجين بعد التقطيع. عملت لي كمية بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شفت الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. هدخله الفرن على درجة 180 لمدة 10 دقايق، و5 دقايق شواية. هيطلع لي بالمنظر ده. بسم الله ما شاء الله، حاجة فوق الخيال. والريحة مش عايزة اقول لكم كانت عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله، ريحة السمنة البلدي وجمال القراقيش بتاعت زمان. يا رب تعجبكم الفكرة. مستنية رايكم في التعليقات. باي باي.